ولازم اخد الادفايس من مكتب الديزاين. انا مفتيش، كل واحد انا بحترم التخصص، محدش يفتي حتى مش بتاعتي، لازم ارجع للمختص فيها. دي اساسيات نجاح اي ميجا بروجكت. الخبره بالممارسه. في مجال الهندسه بالذات ما اقدرش اتعلم واقرا واخد شهادات واعمل وانا ما مارستش. انا اسف، ده كله بيتحط على جنب. الممارسه هي اللي بتديك الخبره، وان يحصل لك مشكله وتحلها وتحل المشكله، ده اللي بيديك الخبره. انما لو انا شغال في مشروع وما فيش فيه اي مشاكل، ما فيش فيه اي حاجه، يبقى انا اسف، انا ما عنديش خبره، ولما اتحط في مشكله مش هعرف احلها. ما ينفعش اجيب مشروع ب 100 مليون 200 300 مليون واقول عليه ميجا بروجكت. لا، الميجا بروجكت دي بتبقى المشاريع الكوست بتاعتها عاليه جدا. انا النهارده لما يكون عندي مشروع تكلفته مثلا 2 3 4 مليار، انا لو صرفت عليه نسبه معينه بس هضمن نجاح المشروع بتاعي 100%، احسن ما اخد ريسك واروح لاي حد واتصدم بارض الواقع وانا شغال في التنفيذ. ده مايند ماب. هنا هنتكلم عن الحياة والبزنس، إدارة، مبيعات، تسويق وغيرها من المجالات. مايند ماب هو مكان هنسمع فيه وجهة نظر عقول مميزة وعندها معلومة حقيقية. النهاردة معانا نموذج مصري مشرف في مجال الهندسة. معانا واحد ارتبط اسمه بأكبر المشاريع العملاقة في دبي ومصر، بلغت قيمتها أكتر من 12 مليار درهم إماراتي. النهاردة معانا ومعاكو باشمهندس أحمد مزين، اللي متشرفين جدا جدا بوجوده معانا النهاردة. باشمهندس أحمد، ازاي حضرتك؟ أخبارك ايه؟ يعني بيك يا فندم. الحمد لله. الحمد لله، مبسوطة جدا حضرتك معانا النهاردة، والشرف لينا. شرف لينا والله يا فندم. الله يكرمك. طيب مبدئيا كده عايزين نعرف الرحلة بدأت ازاي؟ والله هي الرحلة الفعلية بدأت أول ما حطيت رجلي في دولة الإمارات. قبل ما أروح الإمارات حاجة، وبعد ما رحت الإمارات حاجة ثانية خالص. أنا تقريبا في الإمارات من 2013، من أول 2013. ما شاء الله. تمام. حتى أنا لما قررت أروح الإمارات كنت مقرر إن أنا أروح كمهندس استشاري مش كمهندس مقاول، فهنا كانت بداية المشوار. طيب ايه الفرق ما بين الشغل في مصر والإمارات عامة يعني؟ تمام. هو الميزة في دولة الإمارات بيحترموا التخصص. حلو قوي. ومفيش عشوائية، في نظام الناس كلها ماشية عليه، وفي لغة كده بتبقى بين المهندسين وبعضهم وبين المكاتب وبعضها. ليه بقى؟ في دولة زي الإمارات فيها كل الجنسيات اللي في العالم، تقريبا في أكتر من 180 جنسية موجودة هنا، وأكتر من يعني كمكاتب استشارية أعتقد فوق 2500 مكتب استشاري، ومختلف الجنسيات ومختلف البلدان. ففي لغة درجة كده هناك اللي هو الانترناشونال ستاندرد اللي هم شغالين عليه. حلقة الوصل أو حلقة التواصل بالمكاتب دي كلها، أو إزاي المكاتب تعرف تسلم بعضها، أو لو حصلت مشكلة مثلا ومكتب مشى وعايزين يجوا مكتب تاني، ففي سيكونس كده الشغل مشى عليه. فده اللي مخلي دولة الإمارات مميزة جدا في حتة الهندسة. يعني حتى الطفرة الأخيرة اللي حصلت دي فرق شاسع جدا ما بين الكونستراكشن في دولة الإمارات والكونستراكشن في أي دولة في العالم. من معرفتنا بحضرتك حضرتك اشتغلت على ميجا بروجكت، فحابين نعرف ايه المشاريع الكبيرة اللي حضرتك اشتغلت فيها، وايه بقى التحديات اللي واجهتك في كل مشروع؟ هو الموضوع كبير أوي مبدئيا. الحمد لله كان من كرم ربنا إن أنا اشتغلت في مكاتب انترناشونال. المكاتب الانترناشونال دايما بيكون فيها تخصصات كتير، وبيكون فيها الاستاف كتير جدا، فبيكون في استاف مخصوص للمشاريع الحساسه او المشاريع الكبيره. عشان الواحد اساسا يبقى موجود في الاستاف ده، دي كرم من عند ربنا. ليه بقى؟ انا النهارده كمكتب انترناشونال كبير ومعايا مشاريع كتيره ومعايا عملاء كتار، تمام. اهم حاجه ان انا اكسب العميل، الكلاينت اللي يتعامل معايا تاني. فلما يكون عندي مشروع حساس ما ينفعش اديله اي حد يشتغل معاه، لازم اكون واثق في المهندس اللي انا مؤهله ان هو يشتغل في المشروع. تمام. فواحد من المشاريع دي كان مشروع مطار، كانت تكلفته داخله على 5 مليار دولار. تمام. وكان في المشروع ده اول مشروع تنفيذ انا اشتغله في دوله الامارات. والميزه في المشروع ده وصعوبه في نفس الوقت، كان اول احتكاك ليا بالسوبرفيجن في دوله الامارات. كان معايا البروجكت مانجمنت كونسلتنت، مكتب اسمه ايكوم، ده كان مصنف في الوقت ده رقم 1 على مستوى العالم. وكان معايا مكتب WSP تكنيكال ادفايزرز كونسلتنت، ده كان مصنف 7 على مستوى العالم.
واحنا كنا مكتب استشاري للاي سي جي، جماعه المهندسين الاستشاريين. ده مكتب مصري في الوقت ده، كان مصنف في 125 على مستوى العالم. وفي نفس الوقت كان معانا مكتب ديزاين من شيكاغو اسمه جفاري، ده كان ماسك الديزاين للستيل ستراكشرال باكج. فده كان اول احتكاك ليا. نزلت شفت ما شاء الله فطاحل وناس بيتعاملوا بروفيشنالز، التخصص ليه احترامه، وكل واحد معروف مطلوب منه ايه بالظبط، مالكش دعوه باي حاجه تانية، وكله ماشي على الستاندرد. فمن هنا كانت الانطلاقه، ان انا اعرف يعني ايه مكاتب انترناشونال، يعني ايه احترم الحته اللي انا فيها بس، وحاول ادي فيها على قد ما اقدر. طيب اعذرني، انا مش يعني الباك جراوند الهندسيه بتاعتي مش اقوى حاجه، ولكن ايه بقى السوبرفيجن؟ يعني ايه سوبرفيجن؟ سوبرفيجن يعني عمليه الاشراف على التنفيذ. تمام. اي مشروع في الدنيا بيتكون من 3 عناصر رئيسيه. العنصر الرئيسي هو عنصر المالك، الكلاينت بتاع المشروع، المالك بتاع المشروع. العنصر الثاني جهه الاشراف او جهه التصميم. العنصر الثالث المقاول اللي بينفذ الاعمال. فاي مشروع فيه كلاينت، كونسلتنت، كونتراكتور، مالك، مقاول، استشاري. حلو جدا. السوبرفيجن ده تبع الاستشاري. في نقطة دايما يعني بسمعها في الميجا بروجكت عموما، ان المشروع ده احنا عاملين التصميم بتاعه عند الاستشاري الفلاني اكس من الاشخاص. فهل الاستشاري التصميم هو نفسه الجهة الاستشارية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، اللي هي بتبقى مسؤولة عن السوبرفيجن في الموقع؟ لا، شوفي حضرتك، هو مبدئيا الميجا بروجكت دايما له وضع خاص. تمام. ليه؟ الاستشاري اللي بيشتغل على الديزاين ان كيس لو انا عندي ميجا بروجكت، مشروع كبير، لازم يكون ان تاتش مع كل الاستاف اللي موجود في المشروع لحد انتهاء المشروع. مكتب تصميم يخلص التصميم بتاعه ويسلمنا التصميم، وانا شكرا كده خلصت شغلي، واحنا نبدا في السوبرفيجن دي، يبقى تحصل مشاكل. ده لازم نكون عارفين في مجال الاشراف على التنفيذ. مش شرط المصمم يكون هو اللي عامل السوبرفيجن، بس ساعات يكون المصمم هو السوبرفيجن. طب وكده ايه الفرق ما بين مكتب التصميم واستشاري التصميم؟ تمام. في مكاتب مش كواليفايد في السوبرفيجن بس ممتازة جدا في التصميم. ده ينفع في المباني العادية أو المشاريع العادية، إنما في الميجا بروجكت لا، لازم أكون كواليفايد وعارف يعني إيه المشروع وإزاي أتعامل مع المشروع. ليه؟ الميجا بروجكت دايما بيكون معقد جدا، very complicated. ليه بقى؟ عشان أنا عندي نظام إلكتروميكانيكس معقد جدا. أساس نجاح أو فشل أي مشروع هو نظام الإلكتروميكانيك. نظام الإلكتروميكانيك ده لو مش معمول حسابه في الديزاين من البداية بيعمل كوارث، ولو معمول حسابه في الديزاين من البداية لازم جماعة الديزاين يفضلوا مع جماعة السايت لحد ما نعمل هاندنج اوفر للمشروع، نسلم المشروع. وفي نقطة تانية كمان، مش أي حد يشتغل إلكتروميكانيك. وفي نقطة كمان، الإلكتروميكانيك اللي احنا بنعمله في المشروع مهما كنت استشاري ومهما كنت قوي فيه، لازم بيكون فيه سبيشاليست ثيرد بارتي بيجي يشيكنا عن نظام الإلكتروميكانيك. واحدة تمام. ايه الإلكتروميكانيك؟ ايوه، عشان ده مهم جدا. نجاح او فشل اي مشروع زي ما قلت هو الالكتروميكانيك، اللي هي الاعمال الكهربيه والميكانيكيه الخاصه بالمشروع، سواء تكييف مركزي، اعمال الحريق، اعمال تمديد الميه والصرف، اعمال الري. تمام. اي حاجه لها علاقه بالكهرباء والميكانيكي، ده الالكتروميكانيك. ودي بتمثل ايشو كبير في المشاريع الميجا قوي للدرجات دي. اكبر حاجه بتقول ان المشروع ده ميجا بروجكت اساسا او مشروع كبير او كده، نظام الالكتروميكانيك اللي فيه. طب ولو حد قال لك طب ما انا اصلا يعني احيانا بتبقى شركات بيبقى فيها مقاولين اصلا الكتروميكانكس، وده انا مثلا عاصرته، فايه اللي يخليه برضو يجيب حد يبقى سوبرفيجن او استشاري الكتروميكانكس؟ عشان الناس مش فاهمه يعني ايه الكتروميكانيك، او الناس بتستسهل الموضوع حرج جدا وحساس جدا. الالكتروميكانيك ده يا اما هيطلعك السما يا اما هينزلك في الارض. انا اشتغلت في مشاريع، يعني انا اسف، مشاريع الحمد لله ضخمه جدا،
تكلفتها مهولة، وحصلت مشاكل في الإلكتروميكانيك، تصليح المشكلة ده بيكلف مئات الملايين. تمام. مفيش حد يعني أنا آسف الكمال لله وحده. أكيد. اللي يقول أنا وأنا ولا تعرف إن هو ما يعرفش حاجة. المقاول ليه موجود استشاري؟ عشان المقاول بيغلط، فالاستشاري موجود ليه؟ عشان يبقى عين على المقاول الموجود. تمام. طيب الاستشاري والمقاول موجودين ليه؟ عشان او استشاري الاشراف عشان شغل التصميم اللي معمول هيكون فيه مشاكل، فاحنا بنحلها مع بعض في السايت. لو ما فيش اي مشاكل خالص الموقع هيدور بالعمال، مش محتاج مهندسين. فكل حاجه لها مشاكل. المشاكل دي احنا بنجتهد ان احنا نحلها في التنفيذ. تمام. ونتجنب المشكله، او لو في مشكله نحلها قبل ما نوصل لها. تمام. فده دور المهندسين، مهندس المقاول والمهندس الاستشاري، ان احنا نحاول نوصل التنفيذ على قد ما نقدر، نوصل للصوره اللي احنا مطلعينها للناس. طيب بالنسبة للميجا بروجكت اللي حضرتك اشتغلت فيها، كنت حابة برضو لو تذكر لي بعض المشاريع اللي حضرتك اشتغلت فيها، لأن حضرتك اتكلمت على يعني mainly one project وكلمنا عن one experience كمان. شوف حضرتك، هو الواحد الخبرة اللي بيكتسبها مش من القراية، الخبرة بالممارسة. في مجال الهندسة بالذات ما اقدرش اتعلم واقرا واخد شهادات واعمل وانا ما مارستش. انا اسف، ده كله بيتحط على جنب. الممارسة هي اللي بتديك الخبرة، وان يحصل لك مشكلة وتحلها وتحل المشكلة، ده اللي بيديك الخبرة. تمام. وان تتحط في المشكلة والمشكلة تتحل قدامك، ده اللي بيديك الخبرة. انما لو انا شغال في مشروع وما فيش فيه اي مشاكل، ما فيش فيه اي حاجة، يبقى انا اسف انا ما عنديش خبرة، ولما اتحط في مشكلة مش هعرف احلها. فمشروع المطار اللي انا قلت لحضرتك في البداية ده كان اول مشروع ميجا بروجكت اشتغل فيه. ده كان داخل على حوالي 5 مليون درهم. تاني مشروع انا اشتغلت فيه بعد المشروع المطار مباشرة كان فندق في ابو ظبي. ده ابو ظبي اديشن هوتيل، ده افخم فندق لمجموعة ماريوت في الشرق الاوسط. ما شاء الله. ده كان الفندق ده على مساحة 45,000 متر. وبعد الفندق ده أنا اشتغلت على مشروع مول، أكبر مول تجاري في الشارقة مع مجموعة ماجد الفطيم، زاهية سيتي سنتر. تكلفة المشروع ده كانت داخلة مقربة من 3 مليار درهم. بعد ما خلصت المشروع بتاع المول دخلت على مشروع كان في عندنا ناطحة سحاب في الشارقة، برضو أطول ناطحة سحاب في الشارقة. تكلفة المشروع كان داخل على حوالي 400 درهم. تمام. ارتفاع البناية دي كان فوق 250 متر. تمام. بعد كده كان في عندنا اكستنشن في المول. حاسة ان كل مشروع ملوش علاقة بالمشروع اللي بعده. ما هي دي بقى الميزة. ليه بقى الميزة؟ الحمد لله كان كرم ربنا عليا ان انا اشتغلت مطارات، اشتغلت فنادق، اشتغلت سكني، اشتغلت مولات، اشتغلت ناطحات سحاب، الحمد لله. بس حتة المولات دي بقى اللي خدت مني شوية بقى. اشمعنى بقى؟ يعني ليه النقطة دي انت ركزت فيها؟ دي كانت الانطلاقة. ليه بقى؟ اتحطيت في مكان متكامل، فده كان من كرم ربنا ان انا اتحطيت في مكان وفي شركة مع اكبر مطور في الشرق الاوسط، وهي مجموعة ماف، ومع استشاري زي اللي انا كنت موجود فيه مكتب خطيب وعالمي، وفي نفس الوقت كان معانا ميس كونتراكت ادمنستريشن كونسلتنت المسؤول عن العقود الخاصة بالمشروع، وفي نفس الوقت كان معانا مكتب فيفث اند جولد، ده مكتب كوست كونسلتنت، ده الخاص بالبيمنتس والدفعات. مكتب خاص بالظبط بالتكلفة فقط. كان في مكتب استشاري خاص فقط بالعقود يتأكد ان احنا مطبقين العقد، وكان في مكتب استشاري خاص فقط بالدفعات. معلش انا هقعدك. عقود ايه او عقود مين؟ العقود، ما الموضوع كبير. العقود احنا اي ميجا بروجكت دايما كل حاجه بحسابها، نظام انجليزي. انا قلت لك اعمل كذا، اتغيرت حاجه، لا انا عايز حقها وعايز فلوسها. اثبت لي ان انت ليك فلوس. طب اثبت لي ان انت مقدم فعلا الفلوس صح مش مقدمها غلط. دي اللي بيسموها الفاريشنز او الكليمز. هو الموضوع كبير شويه، عشان برضو احنا لينا مرجع
للشغل بتاعي. انا في عندي الكونتراكت وفي عندي الفيدك اللي هو قانون التحكيم الدولي الخاص بالكونستراكشن، الريد بوك. فانا لو عندي فاريشنز، يعني عملت شغل مش موجود في العقد بتاعي، لازم اخد فلوس. انجليزي يعني لما اتقال الشخص ده انجليزي طلع فعلا اسم على مسمى. تمام. اي مسمار ان اول هيحطه مش موجود في العقد لازم يطالب بحق فيه، وانا لازم اثبت ان هو فعلا يا اما ليه حق فيه يا اما ملهوش حق فيه. طب واللي مش الانجليزي لما يقول مثلا انا ما اتفقتش يعني وليكن لا. انا اتفقت مع حضرتك وليكن يعني ان انت وليكن هتعمل العماره دي او الاوضه دي او وات ايفر يعني، والبيلدينج اللي انت عملته ده انت اتفقت ان تكلفته 10 جنيه، فانت جيت قلت لي لا ده تكلفته وقفت عليا ب11 جنيه، فانا ممكن ارجع اقول لك لا ده مش في الكونتراكت. بالظبط. الكونتراكت انواع، فحسب العقد اللي انا داخل بيه المشروع اقدر اقول لك انا هعمل ايه. في كونتراكت بيسموه الكوست بلس ده يعني ايه؟ احنا حاطين تكلفه مبدئيه للمشروع، في عندنا البي او كيو جداول الكميات الخاصه بالمشروع واساسا سعرنا المشروع. الكوست بلس يعني انا هعمل المشروع ده وات ايفر هو اخد قد ايه، انا هاخد نسبه من التكلفه بتاعتي. وفي لمسم ده يعني انا هعمل المشروع ده بكذا، خلاص ماليش ان انا اخد اكتر من كده، الا لو في حاجات معينه ظهرت لي مختلفه عن الرسومات او مختلفه عن حاجه تانية، ساعتها اقدر اقدم الكليم بتاعي واخد الفاريشن بتاعي، اقدم الادعاء بتاعي واقدم اقول انا ليا فلوس لكذا بما يثبت ان هو فعلا من حقك، زي مثلا فاتوره او ما اعرفش. انا متخيله الموضوع بيكون معقد شويه. تمام. فدايما سيستم الميجا بروجكت بيختلف اختلاف كلي عن اللي متدرج هنا في المنطقه هنا يعني. حلو جدا. وفي نقطه تانية، الكوست بتاعت الميجا بروجكت دايما عاليه جدا. بسبب ايه؟ بسبب النظام اللي هي شغاله بيه. لما انا اعين استشاري، على سبيل المثال مشروع المطار، انا كان عندي بروجكت مانجمنت كونسلتنت، ده استشاري بس لاداره المشروع. وكان عندي تكنيكال ادفايزر كونسلتنت WXP، ده بس عشان يقول رايه الفني في المشروع. وفي سوبرفيجن كونسلتنت الاستشاري الخاص باعمال الاشراف. وفي كوست كونسلتنت ده الخاص بالدفاعات. فلما عاملين 5 استشاري او 4 استشاري على مشروع، ده غير الديزاين كونسلتنت، فدي تكلفه معينه، ما اقدرش احكم على المشروع كانه مشروع عادي. طيب دلوقتي المالك حضرتك بتتكلم في ان في 4 أو 5 استشاري واقفين في الموقع، فدي مش اوفر كوست على المشروع يعني. لما تبص بقى لدراسة جدوى مشروع مثلا بالذات الميجا بروجكت، هتلاقي ان تكلفة المشروع بقت عالية قوي. فالنهاردة انت في سوق في ناس بتبيع بإكس، وانت بالتكلفة اللي انت بتتكلم فيها دي ممكن تبيع ب2 و3 إكس. فده تحدي كبير قوي. ممكن المالك يحس انه ممكن يتراجع في الكواليتي عشان النقطة دي. لا، هو طبعا ده في ريسك جامد كمان في الموضوع ده. ممكن المشروع اساسا مش بس هيتراجع في الكواليتي، ده ممكن المشروع نفسه يفشل بسبب قرار زي كده. في مثل بلدي بيقول لك هنا على رأي المثل ادي للشيخ خبازه، ده مثل بلدي ومتدارج يعني. انا النهارده لما يكون عندي مشروع تكلفته مثلا عامل دراسه جدوى داخل على مثلا معدي 2-3-4 مليار، تمام، انا لو صرفت عليه نسبه معينه بس هضمن نجاح المشروع بتاعي 100%، احسن ما اخد ريسك واروح لاي حد واتصدم بارض الواقع وانا شغال في التنفيذ. والفلوس اللي انا هوفرها في فلوس المكاتب مثلا اللي حضرتك بتقوليها كذا مكتب، انا هدفعها تصليحات، وفي نفس الوقت ممكن تحصل لي بشكل كبير. انت اقول ان المشروع ده ميجا بروجكت، يعني ايه الكريتيريا او المواصفات عشان احكم على مشروع ان هو ميجا بروجكت؟ رقم 1 لازم تكون مساحه المشروع كبيره، زي مول تجاري. لا انا مش بتكلم على النوع، انا بتكلم لا، ما النوع اللي عامل كبير والله. طبعا مشاريع المطارات لمعلوماتك الشخصيه، مش اي مكتب استشاري يشتغل مطارات ولا اي حد يقدر يصمم مطارات، دول بيكونوا سبيسيفيك على مستوى العالم. مش اي حد يشتغل مطارات عشان ده ستاندرد انترناشونال على مستوى العالم. الحمد لله مصر هنا عندنا مكتب ECG
مختص في شغل المطارات. ما اشتغلت معهم 2 واشتغلت معهم في المشروع بتاع المطار. فدول من القلائل اللي بيعملوا شغل المطارات على مستوى العالم. تمام. مشروع المولات التجارية، مشروع الفنادق الكبيرة، مشروع المستشفيات الكبيرة العملاقة، دي نقدر نسميها ميجا بروجكت. والكومباوندز مش ميجا بروجكت؟ الكومباوند ما يعتبرش ميجا بروجكت مهما كان مساحته. مهما كان مساحته. انت قول ميجا بروجكت بس لما يبقى عندي حاجة ضخمة جوه الكومباوند، زي مثلا مول تجاري، مركز تجاري كبير، اقدر اقول ميجا بروجكت. برضه عشان اقدر اقول مشروع ميجا بروجكت لازم يكون الكوست بتاعت المشروع عالي جدا. ما ينفعش اجيب مشروع ب 100 مليون 200 300 مليون واقول عليه ميجا بروجكت. لا، الميجا بروجكت دي بتبقى المشاريع الكوست بتاعتها عاليه جدا. في نفس الوقت لازم يكون المشروع معقد جدا، سواء في الديزاين او في الالكتروميكانيك، عشان يسمى الميجا بروجكت. في نفس الوقت عشان اقدر اقول المشروع بتاع الميجا بروجكت لازم يكون المشروع عباره عن كتله واحده، بس كتله ضخمه شويه. يعني هتقولي ضخمه قد ايه؟ تقريبا هقول لك مثلا من فوق ال 40-50 الف متر، اقدر اقول ساعتها ده ميجا بروجكت. تمام. على سبيل المثال مثلا الفندق اللي احنا عملناه في ابو ظبي، المشروع كانت مساحه الفندق على 45 الف متر، ده غير الريزيدنشال ابارتمنت اللي كانت موجوده فيه. مساحه المطبخ الرئيسي من 3 مطابخ كان 4000 متر. تمام. وحاجه فيري كومبليكيتد. يعني المطبخ الرئيسي في ايه بالظبط؟ الفنادق دايما بيكون لها سيستم. المطبخ الرئيسي بتاع الفندق ده، المطبخ الرئيسي بتاع الفندق نفسه كان مساحته معديه داخله على 4000 متر. فحاجه جباره موجوده، كتله رهيبه موجوده، وفي نفس الوقت كل الانظمه موجوده وشغاله، وفي نفس الوقت انا بسلم المنتج بتاعي جاهز للتشغيل مباشره. يعني الحاجات الفندقيه دي بالذات من اصعب المشاريع اللي الواحد ممكن يشتغلها. ليه؟ عشان انا بسلم شركه الاداره والتشغيل مباشره، وبتستلم مني المنتج بتاعي او البروجكت بتاعي فولي فرنيتشرز، كل الابليانسز موجوده، من كل الكيتشن ابليانسز اللي هي الفرش بالكامل، ثلاجات، غسالات، فاهمين حضرتك؟ كل حاجه موجوده في المنشأ بتاعي. نظام الالكتروميكانيك برضو بيكون معقد جدا. يعني على سبيل المثال انا النهارده دخلت الغرفه بتاعتي، تمام، وقت ما انا عملت تشيك ان بالكارت بتاعي وغيرت درجه الحراره بتاعه التكييف على سبيل المثال، خليته 22، خلاص اتبرمج ان انا طول ما انا موجود جوه الغرفه التكييف 22. انا خرجت بره الغرفه التكييف بيديني بالظبط نص ساعه، لو ما حسش ان في اي حركه في الغرفه بيقلب اوتوماتيك 24. طيب مش ده برضو بيبقى موجود في القرى السياحيه اعتقد؟ ما هي ده عشان اخد تصريح فندقي في حبه حاجات لازم تكون محققه، خصوصا لو التصنيف مثلا 5 نجوم او 7 نجوم، دي بتكون اشتراطات عاليه جدا. تمام. مواضيع كبيره. لا، الموضوع معقد جدا مش زي ما الناس فاكره خالص. واساسا عشان اوصل للمرحله دي احنا بنعدي بتحديات رهيبه. يعني عشان اقدر اعمل كنترول واشغل واعمل تيستنج كوميشننج واتاكد ان الحاجات ماشيه تمام في الميجا بروجكت، في حاجه بقى اسمها الديفكتس اند لايبيليتي بيريود، الدي ال بي، اللي هي ايه؟ انا سلمت المشروع بتاعي، لا ده انا لازم اكون موجود في المشروع لمده سنه بعد ما اخلص المشروع واسلمه. ليه بقى؟ عشان اي مشاكل كانت موجوده اثناء التنفيذ هتظهر لي في التسجيل. فدايما السنه الاولى دي اللي بتظهر فيها كل المشاكل بتاعه التنفيذ. فعشان كده دايما في الميجا بروجكت بيتبعها حاجه وبتكون موجوده في العقد بتاعه المقاول بتاعه الاستشاري، اسمها الدي ال بي، الديفكتس اند لايبيليتي بيريود. لازم حد يكون موجود من طاقم الاشراف الاستشاري، ولازم يكون حد موجود من طاقم المقاول، ودي بتكون تكلفتها على العقد الاساسي بتاعنا. تمام. لحد ما نعدي السنه الاولانيه دي، بحيث لو ظهرت اي مشكله مباشره بنقدر نحل المشكله. فالميجا بروجكت دي يعني موضوع كبير جدا مش زي ما الناس فاكره خالص. طيب احنا معانا دلوقتي ميجا بروجكت، ايه بقى المراحل اللي اللي المفروض العمل الهندسي يمشي فيها علشان الميجا بروجكت ده يطلع 100% مظبوط؟ اول حاجه خلصت مرحله الديزاين، بس لازم يكون متفقين. اي مشروع كبير معانا لازم فريق التصميم بيكمل معايا اثناء التنفيذ، ده شيء مش شرط الفول ستاف، وفي نفس الوقت بيكون يعني ايه وقت محتاجه لازم الاقيه موجود معاه.
مش معنى ان انا عندي ميجا بروجكت وان انا خلصت الديزاين ان مهمه الديزاين كده خلصت، لا، الديزاين لازم يكون معايا اخر يوم في المشروع. طيب لو الكلام ده ما بيحصلش يبقى انا داخل على مشاكل كبيره جدا. ليه بقى؟ عشان زي ما اتفقنا ان احنا بنسعى ان احنا نعمل حاجه من غير مشاكل، بس هتظهر لي المشكله، فلازم ارجع لمكتب الديزاين واقول له خد بالك انا لاحظت كذا او ظهر لي كذا او كان في حاجه مش معمول لها كوردينيشن بطريقه معينه، ولازم اخد الادفايس من مكتب الديزاين. انا مفتيش، كل واحد، انا بحترم التخصص، محدش يفتي حته مش بتاعتي، لازم ارجع للمختص فيها. دي اساسيات نجاح اي ميجا بروجكت، كل واحد يشتغل الحته بتاعته. فانا لقيت عندي مشكله في الموقع لازم جماعه الديزاين ارجع لهم. عشان كده حركه الوصل دايما في المشاريع الكبيره بيكون مدير المشروع بيكون هو المسؤول عن التنفيذ في الموقع، وهو المسؤول عن اي كوميونيكيشن مع مكتب الديزاين. وقت ما انا خلاص استلمت باكج الديزاين والكلاينت ادى الكونفirmation على الديزاين بتاعنا، بنبدا نجهز لاعمال التنفيذ في الموقع. اول حاجه بنعملها بنعمل اللوجيستيك ستادي الخاصه بالمشروع، وبنحط البيز لاين بروجرام بتاعنا، الجدول الزمني الخاص بالمشروع. البيز لاين بروجرام يعني الجدول الزمني بتاعنا، بنكون محددين ان المشروع ده مثلا هنخلصه في مده زمنيه قد كده، تمام. وبنعمل حاجه اسمها الكيك اوف ميتنج. دي بنعمل اجتماع بيكون حاضر فيه الكلاينت اللي هو مالك المشروع، وبيكون حاضر فيه الاستشاري المسؤول عن الاشراف، وبيكون حاضر فيه المقاول اللي هينفذ المشروع، المقاول الرئيسي. في الكيك اوف ميتنج ده احنا بنتفق على النقاط الرئيسيه اللي احنا هنمشي بها في المشروع، اهم 3 اشخاص في المشروع او اهم 3 جهات. فده بيكون موجود في الكيك اوف ميتنج. وفي نفس الوقت لو في اي حد عنده اي داوت او عنده اي شك في اي حاجه لازم بيتعمل لها ريكورد في الكيك اوف ميتنج. ليه بقى؟ عشان على اساس الكيك اوف ميتنج دي احنا بدانا شغل التنفيذ مباشر بقى على طول، مفيش يعني فاهمين. الكيك اوف ميتنج يعني المشروع بدا خلاص، فاي تحفظات اي حاجه بيتعمل لها ريكورد في الكيك اوف ميتنج. انا استلمت قطعه الارض، لازم اعمل دراسه استراتيجيه على قطعه الارض دي، اعرف هيبقى فين المداخل والمخارج بتاعه المعدات، عشان اول اكتيفيتي هتشتغل اكتيفيتي الحفر. طبعا بعد الرفع المساحه والكلام ده هنبدا اكتيفيتي الحفر، فلازم اعرف مداخل ومخارج المعدات فين، مكان الريست اريا فين، تمام، والتويلتس وريست اريا، والكرفانات هيبقى مكانها فين. دي بيسموها الموبيلايزيشن. بعد ما بنخلص الكيك اوف ميتنج بقى خلاص بنبدا في مرحله الورقيات. مرحله الورقيات دي مثلا المكتب الفني عند المقاول بيبدا يشتغل على الرسومات التنفيذيه اللي هي الشدراج. في نفس الوقت جماعه البروكيورمنت اللي عند المقاول اللي هي جماعه المشتريات بيبداوا يشتغلوا على الماتيريالز اللي احنا هنشتغل بيها. في نفس الوقت جماعه الكواليتي كنترول، مهندسين مراقبه الجوده وكده، بيبداوا يشتغلوا على الميثود ستيتمنت اللي هي طرق التنفيذ الخاصه بالبنود. وحاجه اسمها الانسبكشن اند تيست بلان الاي تي بي اللي هي البنود دي هنستلمها ازاي، تمام. بعد كده طبعا الكلام ده كله لازم بيكون محطوط في البيز لاين بروجرام، الجدول الزمني الخاص بالمشروع. كل حاجه بتكون مدروسه ومحسوبه ومحطوط المده بتاعتها قد ايه وهتاخد مده قد ايه، تمام. بعد كده بنبدا نعمل الانسبكشنات او ننزل نعمل الاستلامات بتاعتنا في الموقع. دي كده المرحله الثانيه. دي مرحله ان احنا هنبدا بقى ننفذ في الموقع. حلو، يعني استعدادات التنفيذ للموقع، تمام. طيب بدأنا بقى الحفر وبدأنا الإنشاءات، في هنا بوينتس ممكن نتكلم فيها مثلا؟ في حاجة مهمة جدا، أنا أي مشروع بيجيلي لازم المكتب الديزاين بيديني البروجكت سبيسيفيكيشن، مواصفات المشروع، المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع. البروجكت سبيسيفيكيشن دي والبي او كيو جداول الكميات البيل اوف كوانتيتي دي لازم تكون موجودة عندي من مكتب الديزاين. ليه؟ عشان أي حاجة أنا هتقف معايا في التنفيذ لازم يكون ليها مرجع وليها أساس، على أساسها أنا بشتغل البند بتاعي. فلازم المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع دي تكون معانا وأتأكد إن أنا ماشي حسب البروجكت سبيسيفيكيشن، مش بنفذ كده وخلاص. لا، أي ماتيريال هتجيلي لازم أشوف السبيكس بتاعت الماتيريال دي إيه، ولو في اختبارات مطلوبة عليها تيست أو كده بنعملها حسب البروجكت سبيسيفيكيشن. ففي حاجات كتيرة جدا الناس هنا للأسف الكلام ده طبيعي جدا في الشركات الكبيرة والمشاريع الكبيرة، إنما في الشركات المتوسطة أو الصغيرة لا، الكلام ده مش موجود إلا من رحم ربي. بما إننا بنتكلم عن الميجا بروجكت،
عايزة أعرف إيه أكبر المشاكل اللي بتواجهكوا أثناء العمل في المشاريع الكبيرة؟ أنا عندي مشكلتين دول يعتبروا أكبر مشكلتين بتقابلهم. أول مشكلة إن أنا إزاي هلحق أخلص في الميعاد بتاعي. تاني مشكلة هتعامل إزاي مع اللونج ليد ايتمز. اللونج ليد ايتمز يعني إيه لونج ليد ايتمز؟ اللونج ليد ايتمز دي اللي هي المواد اللي بتاخد وقت كبير في تصنيعها، وساعات بيكون 90% كمان منها مش موجود في مصر وبستورده من بره، بصرف النظر بقى أنا شغال فيه. تمام. فالميجا بروجكت يعني فلوس. يعني أنا النهاردة عندي مشروع، جبت التننت يشتغل مني أو أجر مني أو اشترى مني، ملزم إن أنا في تاريخ معين أكون مخلص المشروع بتاعي. ليه؟ عشان فيه غرامات تأخير. فلازم عشان أتجنب الكلام ده إن أنا أسلم في ميعادي، عشان أتجنب حتة غرامات التأخير، سواء بقى على المقاولين أو سواء على التننت أو whatever. النقطة التانية اللونج ليد ايتمز اللي هي زي مثلا الجنريتورز، زي مثلا الشيلرز. الجنريتورز اللي مولدات الكهرباء مثلا، والشيلرات اللي هي لو في تكييف مركزي، الاسكليتورز او الترافليتورز اللي سلم الكهرباء او كده، الاليفيتورز المصاعد. تمام. الحاجات دي كلها بتاخد وقت في التصنيع. لازم اكون عامل حسابي وانا بعمل البيز لاين بروجرام اللي هو الجدول الزمني بتاعي، امتى هبدا الاوردر في الماتيريال بتاعتي وامتى هتجيلي الموقع، عشان لو في حصلت مشكله كبيره اقدر احل الموضوع. ما ينفعش اسيب نفسي اللحظه الاخيره واكتشف مثلا ان انا اتعاقدت مع شركه مثلا سلالم كهرباء، تمام، قال لي دي هتيجي بعد 3-4 شهور، اكتشفت مثلا الراجل حصل له مشكله. تمام. فلازم اكون موفر البديل او عندي البلان بي زي ما بيقولوا، او عندي المورد التاني، زي ريسك مانجمنت للبروجكت يعني. تمام. فلازم اكون عامل كنترول كويس جدا على اللونج ليد ايتمز دي، عشان ما تاخرليش تسليم المشروع، عشان دي عناصر بتاخر تسليم المشروع. فدي اهم حاجه عندي، ازاي احقق التارجت ديت بتاعتي، وازاي اعمل كنترول على اللونج ليد ايتمز. في نفس الوقت لو حصلت عندي مشكله دروب، ازاي افتح المشروع بس يكون في حبه اوت ستاندنج وورك ما تاثرليش على افتتاح المشروع. انا ممكن اجي على حساب بعض الحاجات في سبيل ان انا افتح المشروع في تاريخه، بس هو مش مكتمل فعليا قدام الناس، فبدي الاولويه لبنود معينه ان انا اخلصها بحيث افتح المشروع وابدا اشتغل على الحاجات الاوت ستاندنج دي اللي لسه ما خلصتش، بس بتكون مثلا في فترات ليليه او بعيد عن اوقات الدوام بتاعتي، او تكون حاجات مش ظاهره للزوار. فالموضوع بيكون كومبليكيتد، معقد جدا، ازاي اعمل هاندنج اوفر لمشروع. ميجا بروجكت معقده فوق ما الناس متخيله. تسليم بتاع المشروع، تسليم اصعب حاجه في المشروع كبير، ان انا اعمل له هاندنج اوفر لشركه الاداره اللي هتستلم مني المشروع. هل في فرق ما بين شركة الإدارة وشركة الصيانة والتشغيل؟ طبعا في فرق كبير جدا. أنا بحكم المشروع اللي أنا اشتغلته في الإمارات، مشروع المول الزاهية، من حسن حظي إن شركة الإدارة طلبت إن أنا أكون موجود معاهم في المشروع، وقعدت معاهم مدة كبيرة بعد تشغيل المول. فأنا شفت بعناية بقى يعني إيه إدارة ويعني إيه صيانة وتشغيل. تمام. شركة الإدارة دي اللي هي المول اوبريشن هي المسؤولة عن كل حاجة في المول، وفي نفس الوقت هي اللي بتعين شركة الصيانة والتشغيل، وهي اللي بتعين شركة الحراسة، وهي اللي بتعين شركة النظافة. فدول كلهم الليد بتاعهم هي شركة الإدارة. وشركة الإدارة وظيفتها إن هي تعمل لي ترافيك في المول، وشركة الإدارة لازم تكون موجودة معايا من البداية أو في مراحل متقدمة من بداية المشروع، وبتخش معايا في مرحلة التصميم. يعني أنا لو بعمل تصميم لمول وما عنديش باك جراوند يعني إيه مول، وما استعنتش بشركة إدارة، المشروع هيفشل. مظبوط. شركة الإدارة وظيفتها إن هي تتعامل مع التننت المستأجرين أو الملاك، تحط القوانين الخاصة بالمول، تعمل ايفنتس واكتيفيتي، تعمل جذب للمول، تتابع شركة الصيانة وشركة الأمن وشركة النظافة. في نفس الوقت برضو يعني من الحاجات اللي أنا شفتها في شركات الإدارة في المشاريع الكبيرة، بتدي كورسات ودورات لكل الاستاف الموجود، سواء في شركات الصيانة أو في شركات الحراسة أو شركات النظافة، بحيث أي حد يخش المول ويسأل عن أي مكان أو أي محل يلاقي الإجابة معاه على طول، وبتمتحنهم. أيوة طبعا الموضوع مش سهل، بحيث أي زائر يخش المول يشوف قدامه مثلا عامل النظافة، أنا عايز أروح المكان الفلاني، أروح إزاي؟
فتخيل لما يكون عندك مول فيه اكتر من 650 محل، وتسالي اي فرد امن او اي فرد نظافه او اي فرد صيانه ممكن تشوف اليونيفورم قدامك، تساليه على مكان معين يدلك على مكان. فده اللي بيميز المطور الكبير والمش مهتم. فاهمين حضرتك؟ ففي ناس بتهتم بكل التفاصيل. فشركه الصيانه والتشغيل وشركه الامن وشركه النظافه ده كله بيصب تحت شركه الايه، التشغيل، المول اوبريشن. انا دلوقتي بسلم المشروع لشركه الاداره، ايه بقى التفاصيل المهمه في التسليم؟ تمام، ده بقى بيعتمد على شركه الاداره نفسها، لو هي شركه بروفيشنال او هي مش بروفيشنال. او اي شركه بروفيشنال هتيجي تستلم منك المشروع هتطلب منك بعض الورقيات. اول حاجه بتطلب منك الاسبلت الخاص بالمشروع، الرسومات التنفيذيه الفعليه اللي حصلت في المشروع، ده اللي اسمه بيسميه الاسبلت. لو حصلت اي اختلافات في الديزاين، الباب اترحل من مكانه او فتحه اختلف مكانها او وات ايفر، بيتعمل لها ريفلكت في اللوحات دي اللي هي الاسبلت درو. تاني حاجه بيطلبها مني شركه الاداره، فين الاوبريشن مينتنس اند مانوال، اللي هو اوبريشن مينتنس اند مانوال، اللي هي ايه بالمختصر؟ اي ماتيريال انا جبتها كبيره زي مثلا الجنريتور او زي الشيلر او زي مثلا المصاعد او كده، لازم انا اشتريتها من مين، فين العنوان بتاعه، قطع الغيار بتاعته موجوده فين، تمام، وفين شهاده الضمان بتاعته، وهل شهاده الضمان بتاعته كومبلاين مع البروجكت سبيسيفيكيشن، يعني شهاده الضمان فعلا احنا عاملينها زي ما هي موجوده في المواصفات 10 سنين 15 سنه 20 سنه. لو انا ما عنديش الخبره في المشاريع الكبيره، لازم انا مطور عايز اعمل مشروع كبير، لازم اجيب شركه اداره، بس بتبقى الكوست عالي، تخش معاه من الاول خالص مع فريق الديزاين مع فريق المبيعات عشان يحطوا الرؤيه بتاعتهم. شركه الاداره هي الاساس، هي اللي هتقول لي اوزع المحلات ازاي، مساحات المحلات هتبقى عامله ازاي، تمام. دي شركه الاداره ليه؟ عشان هي عندها خطه ازاي هتعمل لك ترافيك جوه المشروع بتاعك. ده اهل اختصاص، فده ممكن يجيلك في البدايه خالص لو انت هتعيني ناس مش مؤهله للموضوع. يا اما بتروح المكاتب دي بيكون عندها الخبره بتاعت ازاي يعمل الترافيك، تمام، وازاي يوزع المحلات بطريقه معينه، على اساسها بتيجي شركه الاداره بقى في ايه، في المرحله الاخيره. بنسمع اسعار في الجزء الخاص بالديزاين وحتى بالسوبرفيجن والاجزاء دي كلها، بنسمع اسعار ملهاش علاقه ببعض. يعني بنسمع مكاتب صغيره بتقول ارقام معينه، ومكاتب كبيره بتقول ارقام معينه تانية. الفرق في السعر ده جاي منين؟ وانا كمالك مفروض اتجه يعني امتى اصلا اروح للمكتب الكبير وامتى اروح للمكتب الصغير؟ كده تمام. امتى اروح للمكتب الكبير وامتى اروح للمكتب الصغير، او ازاي احكم على المكتب ده اساسا ان هو مكتب كبير او مكتب صغير؟ تمام. امتى اروح للمكتب كبير؟ دايما المكاتب الكبيره للمشاريع الكبيره. عمرك ما هتروح تلاقي مكتب كبير شغالك مشروع صغير. ليه؟ عشان الكوست بتبقى عاليه جدا، تمام. امتى بقى اروح للمكاتب الوسط او المشاريع العاديه؟ طيب هل المكاتب العاديه دي لما بتسعر لي المشاريع الكبيره بتحط سعر فير مثلا او كده؟ والله هو على حسب خبرته وشغله. في فرق كبير جدا لما يبقى مكتب فيه ستاف مهندسين مثلا 10-20 مهندس، ومكتب فيه 10,000 مهندس. يعني الحمد لله المكاتب دي انا كنت شغال فيها اكتر من 10,000 مهندس. هنقول مثلا مول تجاري راح لمكتب سين من الناس، حط السعر بتاعه، مين اللي اشتغل عليه؟ 2-3 مهندسين معماري مثلا، خلصوا. ممكن يعمل كمان الانشاء، او ممكن يقول لك انا كده خلصت مهمتي. بعكس لما تروح لمكتب تاني كبير او شركه كبيره، لا، ده بيدخل له ستاف متكامل يشتغل عليه، تيم متكامل بمدير مشروع انشائي معماري ميكانيكا كهرباء، تمام، وكله بيعمل كوردينيشن في الاخر ويسلم لك المشروع. هنا بيشتغل عليه تيم متكامل، وهنا بيشتغل عليه افراد. ودايما في المكاتب الكبيره بيكون المكتب متكامل. يعني ايه متكامل؟ فيه كل الاقسام. المكاتب التانية لا، بيكون مهتم بجزء معين وبيكون شاطر فيها،
ممتاز جدا فيها ومحدش ينكر كده، بس بيكمل نفسه خارجي فريلانس اوت سورس، سواء انشائي او الكتروميكاني. تمام. بعكس المكتب الكبير لا، كل الاقسام موجوده. يعني على سبيل المثال احنا لما كنا في دوله الامارات وطلع علينا مشروع سيتي بلازا، تمام، طبعا الديزاين بالكامل لو كان معمول بره في دبي كانت هتبقى الكوست بتاعته عاليه جدا. ففي ناس عرضوا علينا بعض المكاتب ان هي تعمل لنا جزء مثلا في الديزاين. احنا قلنا مفيش مشكله، ممكن نجرب معاهم نشوف الدنيا هتمشي ازاي. للاسف بعد ما خلصوا الجزء اللي هو خاص بيهم عندنا في المشروع كان في مشاكل كتير جدا، فاضطرينا ان احنا نعيد التصميم من اول وجديد. تمام. وبكوست اضافيه. تمام. بس لو في حد تاني مش بيهتم ان هو يراجع او يطلع مشاكل او كده كان هيشتغل على طول مباشره. فعشان تبقى مكتب متكامل بتبقى الكوست بتاعتك كبيره مش قليله. ليه؟ عشان انت كل حاجه بتحصل ان هاوس، كل حاجه بتخلصها جوه ورشه الشغل بتاعتك، ما ينفعش تبقى موجود تحت رحمه حد. كل الاقسام موجوده، كل المهندسين موجودين، كل الشغل بيطلع وبتعمل له كوردينيشن مع بعض، وبعد كده بتطلع الفاينل برودكت بتاعك. هل بقى اي مهندس مؤهل ان هو يشتغل في ميجا بروجكت؟ لا، مش اي مهندس ينفع يشتغل في الميجا بروجكت. لازم يكون يشتغل يا اما في مكتب كبير انترناشونال، يا اما في شركه مقاولات انترناشونال، عارف السيستم بتاع الميثودولوجي والكواليتي بروسيجرز والسيكونس اوف ورك، وعارف ازاي خطوات الاستلامات وخطوات المراجعات عشان ينفع يشتغل في الميجا بروجكت. فدايما المكاتب الانترناشونال ده ستاندرد عندهم، فالميجا بروجكت ده الطبيعي بتاعهم انهم يشتغلوا ميجا بروجكت. وانس ان انت التحقت بمكتب انترناشونال اشتغلت على السيستم، وانس ان انت اشتغلت على السيستم ده بتبدا تطبقه في اي مكان. طيب نصيحة حضرتك ايه للمهندسين الجدد والناس اللي بتشتغل على نفسها في المجال الهندسي؟ هو اهم حاجه لازم يكون عنده قابليه التعلم، ده رقم 1. رقم 2 ما ينفعش يستعجل، ما ينفعش يدور على الماده وينسى الماده العلميه. ما تدورش على الفلوس اكتر ما تدور ازاي تاخد خبره. والنقطه الثالثه، اول 3 أو 4 سنين في حياتك لازم تستثمر فيهم للي جايلك بعد كده. ما ينفعش مثلا اكون انا لسه متخرج النهارده واروح في مكتب معين اشتغل فيه واعيش فيه مثلا 3 4 5 سنين. انا اسف، انا لو خرجت من المكتب ده ممكن اكتشف ان انا كل اللي انا كنت شغال عليه غلط. فالفتره الاولانيه دي لازم تستثمر في نفسك كويس جدا، لازم يبقى عندك قابليه ان انت تستقبل المعلومه، ولازم تشتغل على نفسك في حته انت شايفها في نفسك دلوقتي، سواء بقى اشراف او سواء تصميم او سواء طرق او سواء واتيفر بقى المجال اللي انت حبيته ايه. اول 4 5 سنين من حياتك لازم تستثمرهم في نفسك وانك ازاي تاخد ماده علميه. اهم حاجه برضو لازم تحاول تلتحق بمكاتب كبيره او شركات كبيره، سواء هتشتغل فيها مهندس مقاول او هتشتغل فيها مهندس استشاري. لازم تخرج من المكان اللي انت موجود فيه. النهارده مثلا على سبيل المثال المحافظات الاقاليم الشغل فيها بيختلف اختلاف كلي عن الشغل في القاهره والعاصمه. تمام. الشغل في القاهره والعاصمه في مشاريع كبيره، شركات كبيره، فطريقه الشغل نفسها مختلفه. لازم تشوف وتخوض كل التجارب دي على قد ما تقدر. يعني ممكن حتى تروح متدرب بدون اجر في البدايه في سبيل ان انت تعرف الدنيا ماشيه ازاي، بعد كده تبدا تشتغل على نفسك. حضرتك شايف انت وصلت لفين دلوقتي يعني في الوقت الحالي؟ والله هو انا اقول لحضرتك حاجه، انا كل مشروع بالنسبه لي تحدي جديد وبتعلم فيه، وانا اعتقد ان انا الانسان هيفضل يتعلم طول ما هو شغال، طول ما هو شغال بمشاكل بيفضل يتعلم. فانا شايف ان لسه بدري، يعني المشوار لسه طويل ان شاء الله يعني باذن الله. بس الاهم من كده انا عملت ايه في اللي فات، وان شاء الله اكمل بنفس الوتيره اللي انا كنت شغال فيها. دي التارجت بتاعتي. المشاريع كلها الحمد لله كانت مشاريع كويسه جدا ونجحت جدا. التارجت ان انا افضل بمستوى النجاح ده في كل مشاريع جايه باذن الله. فحته ان الواحد يحافظ على النجاح دي حاجه صعبه، ده رقم 1. رقم 2 لازم يكون عنده قابليه التعلم. يعني انا اسف، انا واحد من الناس ان انا بقبل اخد المعلومه، بس لازم تكون مؤهل عشان اخد منك المعلومه. مش اي حد. لا، يعني مثلا احنا سافرنا وشفنا بره وشفنا ثقافات تانية واشتغلنا على مستوى كبير وعرفنا ان كل حاجه لها تخصص. ما ينفعش النهارده ادخل نقاش او جدال مع حد ما مرش بنفس التجربه. ليه؟ هيكون هو متمسك برايه وهو شايف ان هو اللي صح.
في حس ان انا اساسا مش شايفه قدامي. يعني انت عملت ايه في حياتك عشان تتكلم معانا مثلا؟ فاهماني حضرتك؟ لا، اصل احنا المشوار صعب ومش سهل. يعني انت قاعد مثلا في مكان معين، ما عداش عليك الا حاجات معينه بسيطه جدا. خبراتك بالظبط، خبراتك محدوده، مهما كان خبرتك محدوده. ليه؟ عشان انت ما حاولتش تطلع بره المكان اللي انت كومفورت زون بتاعتك. بالظبط. فانت انا ما ينفعش ادخل معاك في جدال اساسا من البدايه خالص. انا هتجنب ادخل معاك في اي جدال او نقاش. في نهاية الحلقة حابة أشكر حضرتك، حلقة مليانة بالمعلومات، وحضرتك فدتنا كتير جدا في ان احنا نعرف ما وراء الكواليس في المشاريع الكبيرة وفي الميجا بروجكت. انا شخصيا استفدت بشكل قوي جدا، وحاسة ان الحلقة هتفيد اي حد شغال في المجال الهندسي او مهتم يعرف اكتر عن المجال الهندسي وعن الميجا بروجكت بالذات. انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة مع مايند ماب، مع ضيف مميز جديد، وحلقة ان شاء الله يبقى فيها فاليو.